السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا اللايك وشيروا الفيديوهات لحبايبكم كده، فضلا وليس أمرا يعني، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه أكتر عدد من الناس يعني تشوف الفيديو يعني. يا ريت كده تشاهديني تعملي اللايك، ويا ريت كده لو تكرمت كمان لو هتكتبوا كومنت يعني. لو مش حابة تكتبوا كومنت، طب اعملي اللايك كده واشتركوا في القناة. وحابة كمان في البداية اشكر الناس الجديدة اللي اشتركت عندي في القناة، شرفتوني ونورتوني. يا ريت كده اللي يشاهدني ولسه ما اشتركش يشترك كده، عشان ايه القناة تكبر ان شاء الله، وان شاء الله تكبر بيكم. وفي البداية كده حبيت ايه اعمل معاكم النهاردة. طبعا ايه النهاردة كان عندي ليمون كده، كنت حاطاه في مية قبلها بيومين كده. لازم الليمون المخلل تحطها قبلها بيومين كده في ميه كده، عشان ايه؟ يحوش المراره بتاع الليمون يعني. لازم تنقعيه في اليوم يومين كده، تغير الميه الصبح وبالليل يعني. اللهم صل على النبي. طبعا ايه حبيت اعمله معاكم يعني، عشان لو مفيش حد يعرف الطريقه بتاعته يعني. هو الليمون سهل يعني، وانا عارفاكم انتوا ستات شاطرين واحنا بنتعلم من بعض يعني. مفيش حد اشطر من حد، احنا بنتعلم من بعض. هو كان عندي حوالي كيلو ونص ليمون كده، قلت ايه اخلله طبعا بدل ما بشتري من بره، وتخليله سهل مش صعب يعني. حطيته في يومين في الميه كده، وكنت بغير الميه صبح وليل. وبعد كده ايه شطفته، سخنت الميه وحطيته يغلي غلوتين بس، ما تكتريش الغلو عشان ما يتهرش منك. هو لسه كمان هيستوي. ما تخلوش يغلي ويتهري منك يعني، خليه يطرى شويه كده، ان هو ايه ما يتهريش. وبعد كده اشطفيه بشويه ميه كده، اول ما تطلعيه من الميه السخنه اشطفيه كده، عشان ايه ما السخونه ما تزودش ايه سواه. وبعد كده حطيت في علبة، أي علبة عندك، علبة تلاجة، علبة سمنة، أي علبة عندك يعني بلاستيك. وبعد كده كان عندي برضو شوية شطة كده، ما كانش كتير يعني، كان ايه حوالي شوية كده. حطيتهم برضو عشان يدي طعم لليمون كده. وبس هو الليمون حاجة يعني، ما فيش حاجات كتيرة ولا افتكاسات كتيرة، هو مية بملح وخلاص على كده. طبعا الليمون ما يتحطلوش خل، هو اصلا الليمون ما يتحطلوش خل، ميه وملح وخلاص على كده. هنا طبعا كنت دوبت الميه بالملح. انا ما بعيرش الملح، انا بحط كده وادوق، لو لقيته كده محتاج ملح احط له، ما مش محتاج خلاص يعني. بعمل كده من غير من غير معيار يعني. لقيت الميه قليله، حبيت ايه عامله العلبه لازم تملي الليمون وتغطيه كمان. تغطي الميه تبقى ازيد من الليمون، عشان ما يربش معاكي طبقه كده من الريم وما يبقاش حلو معاكي. لازم تغطي الليمون على الاخر وتقفلي العلبة، بس لازم كمان العلبة تكون محكمة الغلق عشان ما يدخلهاش هوا ويفسد منك يعني. وتسيبيه كده هيقعد معاك كام يوم كده ويستوي وتاكليه. ادي تخليل الليمون يعني، مش صعب يعني. هي الحاجة مش صعبة، بس احنا نعملها كده وهي تبقى سهلة وموجودة في البيت طبعا. والحاجة تبقى رخيصة يعني. هتجيبي كيلو ونص بكام؟ ب30 جنيه. ده يبقى انت عندك علبة مخلل، علبة ليمون هتكفيكي شهر، وممكن شهر كمان او اقل من شهر بشوية يعني، لو هتاكلي كل يوم ليمون يعني. التخليل في البيت فيه بركة وأحسن. طبعا إن شاء الله اللي عاوز أجيب برضو جزر أخلي الجزر برضو في البيت يعني. طبعا كيلو المخلل بيبقى غالي يعني. الليمون كيلو المخلل الليمون ب50 جنيه. وليه 50 جنيه تجيبي بيها 2 كيلو ليمون ونص، وتملي برطمان وتاكلي بيه حوالي شهرين. حاولي كده نقتصد الايام دي ونعمل كل حاجه في البيت. الحاجه غاليه يعني، بنجيبها من بره غاليه يعني، نعمل ايه كل حاجه في البيت يعني. واحنا ستات بيوت شاطره يعني، كل حاجه بنعملها، مفيش حاجه صعبه علينا. هنا طبعا بعد ما خللت الليمون قلت ادخل في الغدا معاكم يعني. النهارده كنت هعمل فاصوليا. طبعا الفاصوليا دي انا كنت مليناها من بالليل، بحب الاقي طالما انا عارفه ان تاني يوم هعمل الفاصوليا، بحب الاقيها من بالليل يعني، عشان لما بتغلي ما بتتكسرش وما بتاخدش غلوتين وتستوي. في الاول شطفتها طبعا من الميه بتاعتها، وحطيتها في حله كده تتسلق على النار، وفي حله تاني حطيت ميه عشان ايه هسلق لحمه يعني. دايما انتوا متعودين معايا عارفين يعني لازم اسلق اللحمه قبل ما احطها في الصلصه يعني، عشان اعمل شوربه يعني. اللهم صل على النبي. حطيت اللحمه تتسلق. قلت اعمل الصلصه بقى. قطعت طماطم على بصل زي ما انتوا برضو متعودين معايا، بقطع الطماطم على البصل في الخلاط كده، وبتبقى حمرا ومتسبكه وطعمها حلو برضو يعني. ما تقوليش ان هي طعمها تبقى وحش، لا بتبقى طعمها حلو. هنا طبعا لازم تشيلي الريمه. طبعا انا بحب اشيل الريمه بتاع الفاصوليا، ما بحبش اسيبها يعني، لازم اشيلها. وريمه اللحمه برضو لازم، اي ريمه لازم تطلع من الفراخ او اللحمه او الفاصوليا تشيليها ما تسيبهاش.
عشان الفاصوليا دي بحس بها الريمة دي السموم اللي بتطلع من الفاصوليا، يعني الريمة دي تشيليها على الاخر يعني لغاية ما تسيب المية تبقى رايقة معاك ونضيفة كده. هي تاخد غلوتين وخلاص وتصفيها عشان ما تتهريش معاك. هنا لقيت اللحمة طلعت برضو شلتها. لازم تشيليها، هي دي اللي بتخلي الشوربة لونها اسود ومش حلو يعني. عايزة الشوربة بتاعتك تبقى لونها اصفر كده ومش غامقة ورايقة كده وحلوة ونضيفة، شيلي الريمة بتاع اللحمة، هي اللي بتدي اللون بتاع الشوربة اللي مش حلو يعني. اللهم صل على النبي. صلى على النبي في الكومنتات. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تشتركي وتعملي اللايك الحلو اللي زيك كده، وتكتبي لي كومنت وتقولي لي انتوا بتتابعينه منين. يا ريت كده نتفاعل مع بعض في الكومنتات، عشان ايه احس ان انا ما بتكلمش مع نفسي يعني. كل فيديو بذكركم بالكلام ده. هنا طبعا كانت خلاص الفاصوليا استوت وصفيتها، واللحمه حطيتها خلاص في الصلصه يعني. قلت اعمل شويه رز، احنا بنحب الرز الابيض يعني. انت على حسب ما تحبي، مثلا في ناس بتحبه بالشعريه، احنا اكتر بنفضل الرز الابيض، وكمان بنفضله محمر يعني. ما بحبش في ناس تطشه كده على طول بالشوربه كده. اللي انا بنحبه محمر يعني. حطيت معلقتين سمنه كده بلدي، بحب اعمل الرز بالذات كده، بحب اعمله بالسمنه البلدي، بيدي طعم وريحه حلوه. هنا طبعا الشوربه دياتي هعمل منها برضو، وبعد ما اخلص اكل هفضيها في علبه في التلاجة واحطها علبة تلاجة يعني، واحطها في التلاجة عشان الجو حر، ممكن لو قعدت لتاني يوم هتفسد يعني. في الحر ده حاولي كده بعد الغدا تفضي كل حاجة وتدخليها في التلاجة، عشان ايه الحر ده ممكن يبوظ الحاجة لو قعدت عليه لتاني يوم برا التلاجة. هنا طبعا الرز كان خلاص بيتشرب ويستوي. هنا اللحمة كانت استوت، كانت طعمها زي العسل يعني، كانت حلوة. اللحمة لما بتيجي من حد مضمون بتبقى طعمها حلو. شايفين الصلصة متسبكة ازاي ولونها احمر ازاي، ولا حط لها بابريكا ولا حاجة يعني. هنا الفاصوليا زي ما انتوا شايفين، ولا متكسرة ولا متفتفتة ولا حاجة. غلت غلوتين وصفيتها وسبتها عادي. لما اللحمة استوت طلعت اللحمة وحطيت الفاصوليا. هو أكلة كده غدوة النهاردة سريعة كده وفيديو سريع، بس أنا حبيت أعمله معاكم يعني. طبعا ايه الصيف ده يعني محتاج كل يوم عصير، حتى لو ليمون يعني. ارخص، ما اقولك ارخص حاجة اهو الليمون، لازم يوميا كده دور عصير. العصير الحمد لله موجودة في السوق يعني. حاولوا كل يوم كده تعملوا دور عصير كده في الحر ده يعني، رطب عليه قلبنا كده وحلو في الحر يعني. قلت اعمل النهارده عصير ليمون، كان عندي ليمون. عملت عصير ليمون كده بيبقى حلو وفريش كده وطعمه حلو يعني. لما تقشريه، انا بحب اقشر الليمون يعني، ما بحبش اعمله بالقشر بتاعه، احب اقشره. لو قشرت الليمون هيقعد معاكي ممكن يومين ما يمررش معاكي. وتحوشي البذر برضو منه، عشان البذر ده بيدي يعني بطعم المخلي العصير لونه مر يعني. طبعا تعمليه الاول وبعد كده تحط السكر كده، عشان السكر ما تحطوش مع القشر عشان ما ياخدش معاكي سكر كتير. وبعد كده تضربيه وخلاص على كده يبقى جاهز معاكي. لو عندك مكعبات تلج حطي مكعبات تلج معاكي. لو ما عندكيش خلاص حطيه في التلاجة هو يسقع يعني، وانت كده كده عاملاه بمية ساقعة، عشان الجو ده مش عاوز العصير ساقع يعني، مش عاوز عصير كده، عاوز عصير ساقع يعني. اهو شايفين لونه حلو ازاي. بحب انا اعمل العصير نشربه على طول ما يقعدش يعني، او زي ما انتوا شايفين كده لونه كان طعمه حلو. هنا طبعا بعد الغدا الحمد لله يعني اتغدينا. بس انا بعد ما حطيت الفطار الغدا، الفقرة دي اتحذفت يعني. كنت عاوزة اوريكم الغدا بعد ما حطيته يعني في الاطباق كده، بس اتحذفت مني معلش يعني. هنا طبعا كنت بعد الغدا يعني، لا مش بعد الغدا على طول يعني صراحة. انا ما بدخلش المطبخ بعد الغدا، برتاح شوية كده، بستنى شوية كده وبعد كده ايه ادخل عادي اشوف اللي ورايا. لازم يوميا كده ادخل المطبخ اشوف اللي ورايا. وانت كمان لازم تدخلي المطبخ لو فيك حاجه، او لو في حاجه ايه ما تكسليش. انا عارفه ان الصيف ده بيخلي الناس تكسل وما تبقاش ليها ايه، زهقانه كده من الحر. بقول لكم الحر دوت انا ما بين الناس اللي ما بحبش الصيف ده خالص يعني. في ناس تحب الصيف كده، لا انا ما بحبش الصيف. بيخلي الواحد عنده خمول كده وكسلان. بس انت ايه، احنا طبعا ستات بيوت شاطره مش هنكسل طبعا على حاجات البيت يعني ونعملها. هنا طبعا كنت بغسل كوبايات العصير والاطباق اللي اتغدينا بيها، كل حاجه يعني. شطبت المطبخ من كل حاجه يعني، مخليتش فيه حاجه. دايما كده بشطبه بعد الغدا على طول يعني. بستنى شويه كده، برتاح شويه كده. لو ورايا حاجه هعملها مثلا، او ورايا وقت حاجه هعملها في الشقه كده اعملها، وبعد كده ادخل المطبخ. يوميا لازم كده على الله ادخل المطبخ اشطب اللي ورايا، ما اسيبوش لتاني يوم حتى لو وقت متاخر. انت كمان ما تكسليش، شغلي الفيديو كده. لو انت كسلانه شغلي الفيديو وتنشطي معايا كده وتفرجي على الفيديو كده من البدايه للنهايه كده، بلاش تسرعوا الفيديو. يعني شغلوه من البدايه للنهايه كده.
واعملوا اللايك والاشتراك كده وفرحوني يعني. اللهم صل على النبي، وصلى على النبي في الكومنتات. طبعا بعد بعد المواعين كلها لازم ايه تغسلي الرخامة بتاع الحوض يعني عشان تبقى نضيفة معاكي يعني، وتغسلي اي حاجة، وتغسلي البوتاجاز بس